قناة هارلي ديلي من القنوات اللي تبدو في البداية إنها قناة لطفل صغير يلعب الألعاب، لكنها تحولت لقناة غامضة وتحمل أسرار عديدة ولا أحد انتبه لها، وأصبحت تتوجه لمحتوى مختلف يطلع فيه هارلي نفسه ويتكلم بسبب المشاكل بينه وبين أمه. وبدأ الموضوع كما إن العلاقة اللي بينه وبين أمه غامضة ومليئة بالمشاكل، وصارت قناة هارلي هي مهربه الوحيد اللي ينسيه واقعه، وصار يقول فيها عن إحباطه لين ما بدأت تتصاعد الأمور، وأصبح الإحباط أكثر من مجرد إحباط. ونزل هارلي فيديو بعنوان أنا خائف. My worst days of my life. My mom wanted me to go with her to go get a friend, and I said I don't want to. I have work to do, so I want to go home and stay. She said no. We argued for about a good 5 minutes. She said, "Who do you think that first call was to?" And she said it was the police, but I knew it wasn't. So she lied to me to get me scared, and she locked me out of the house. So right now I'm outside. Yep, the house is locked. It is 3:30. I haven't ate anything. My mom's gone. She won't answer the phone. الجو بارد لساعات طويلة بدون أكل ولا شرب بسبب خلاف تافه بين هارلي وأمه، واللي طردته من البيت وليست أمنا اللي تتعامل معه كذا بس. في أحد مقاطع هارلي يستمع صوت والده يصرخ على أخوه الصغير اللي عمره 4 سنوات، وهذا كله بسبب لأن كوب الماء انسكب منه. My dad's being an asshole right now. والمشهد هذا يثبت أن الأم ليست الوحيدة في معاملتها، بل كان الأب العن منها. هارلي بدأ يحس بعدم الطمأنينة والشعور بالخوف. كان واضح أنه هارلي علاقته مع أبوه وأمه تجيب القلق، وإلا لما قال زي كده. I'm not even gonna ask for likes and subscribes. I just want you guys to wish me good luck because the future could hold bad things for me. I don't want to find out what that could mean. في 2019 هارلي نزل مقطع مثل كل المقاطع، لكن الغريب إنه هذا الفيديو كانت مشاهداته أعلى من الفيديوهات السابق، والسبب مش راجع لأنه الفيديو رهيب، بل لأنه هو آخر فيديو لهارلي وللأبد. في صباح بارد هارلي كان يشتكي من ألم في البطن وما قدر يروح المدرسة، وأمه تظنه يتحجج عشان ما يروح المدرسة، وقوماته من السرير وخلته يدرس بالغص. وطلع هارلي من البيت متوجه للمدرسة، والمفروض أنه يدرس ويرجع للبيت، لكن المرة هذه غير، لأن هارلي ما رجع أساساً واكتمل اليوم وأصبح مساء وهارلي ليس موجود. فاتت الأيام والأيام صارت أسابيع وهارلي مختفي بالكامل، رغم من بحث المحققين إلا أنه ملقوه وما حد شافه من يومها. لكن في شهر يناير 2020 بعد ما فقدوا رجال الشرطة الأمل، وصل لهم خبر عن تواجد بيت غير مسكون ويستخدم فقط للعطل الصيفية. وافترض المحققون أنهم ربما يجدون شيئا يخص هارلي داخل البيت، وبعدما دخلوا كانت الصدمة. تفاجأوا بوجود حذاء ونظارات وملابس على الأرض، وكانت هذه الأغراض لهارلي، والمصادفة أنها جميعها موجودة عند المدفأة. وبعد ما تحققوا حولها اللي شافوه كان صدمة، لقوا جثة هارلي في المدخنة بين الزوايا الأربعة في أضيق مكان ممكن الواحد يدخله. 14-year-old Harley Dilley has been found. وبناء على التقارير الرسمية اللي نزلت حول هارلي إنه دق الباب واستوعب إن البيت فاضي ما في أحد عشان يتجنب البرد، قرر يدخل البيت من المدخنة. لكن بعد ما نزل علق هارلي في نص الطريق. كانت المدخنة ضيقه وحاول يشيل حذاءه وملابسه عشان يخفف وزنه، لكن خطته فشلت وانتهى المطاف بهارلي مخنوق في البرد وتوفي بطريقة تكسر الخاطر. وبعد ما تحققوا المحققين قالوا إن إليه صار مجرد حادثه، وهي بالفعل كذلك. لكن بعد ما انتشر الخبر بين الناس انتشرت قناة هارلي، والناس يوم تشوف يوميات الطفل المسكين اللي توفى شافوا معه المشاكل وسوء المعاملة اللي يتعرض لها من طرف أبوه وأمه. برغم من إنه إلي صار مجرد حادثه، إلا أن الوالدين ملامين على موته، بحيث إن اليوم اللي اختفى فيه هارلي الأب والأم ما اتصلوا ولا بلغوا عن اختفاء ابنهم إلا بعد ما مرت أكثر من 24 ساعة على اختفائه. اهملوا ابنهم بعد اختفائه ليوم كامل مع علمهم إن الأجواء جدا باردة. قصة هارلي تعبر على أن الأطفال يستحقون الوالدين، لكن مش كل الوالدين يستحقون الأطفال.